ازيكم. تضييع الفرص في الهلال موضوع مشكلة والله صراحة، يعني من سيكافا المباراة الودية و فلازم يجي حل فلوران سريع. يعني الهلال كان بنقول كرة شكل سريع. الظروف واحد من الناس اللي ساهم في عملية تنظيم اللعب بالنسبة للهلال، تحول سريع بالنسبة للهلال. التمريرة كانت مثالية من ايمي تندينج، واحد من اميز اللاعبين في الفترة الأخيرة في الفريق. والتحرك بالنسبة لجان كلوت، لكن كان في أنانية من جان كلوت صراحة. يعني خلاص انت قدامك الحارس وقدامك لاعب زميلك وقدامك مساحة، خلاص العب الباص المساحة لحمد عبد الرحمن، خليه في وضع مريح، خليه حمد عبد الرحمن يسجل. ما في داعي للأنانية. العب مع زميلك عشان تلعب مع الناس كلها. والناس يدوك، انت العب مع زميلك. برضه جات اللقطة الثانية وتكررت، وافترض تاني جان كلوت يلعب الكورة اللي برا مع عبد الروف. يعني من لمسة واحدة خلاص ما تشيل الكورة تعمل بها دوران تجر بها عشان تضيع الكورة. انا عباس برا مع عبد الروف، سهل لزميلك التمريره، خلاص عبد الروف بشوطه واحده انت على الاقل عمل اللي عليك يعني. فجان كلو شال الكوره واتفقدت. شوف ردت في عبد الروف واضحه جدا. عبد الروف زعلان من عدم التمريره من جان كلو والانانيه يعني. فلازم الجهاز الفني يفطر للحاجات دي واللعب بجماعيه. يعني كان الهدف ده لو كان جا والكوره دي لو كان جات كان ممكن الهلال يكون متقدم 2-1 عليه سان بيدرو. فدي تفاصيل مهمة جدا لازم تراعي ليها مستقبلا يعني. واحدة من اللقطات برضو الهلال والكورة عند سان بيدرو، كورة خلاص استحوذنا على الكورة، كورة عند عيسى فوفانا. الهلال لعب على اسلوبه اللي بعرفه. يعني لما دخل عبد الرؤوف، دخل خادم دياو، الفريق بقى ينقل الكورة، بقى يتحمل الضغط. عبد الرؤوف بينزل بيستلم بيتحرك الجانب الثاني، والد الدين بيزيد في العمق الهجومي مع محمد عبد الرحمن. عبد الرؤوف دايما على الورق عبد الرؤوف بيكون طرف، لكن لا، على ارض الملعب بيكون عبد الرؤوف في انصاف المساحات بيستلم. صلاح عادل برضه بدي حلول لزميله انه ينزل. خادم دياو شاد الملعب هناك. الفريق عمل اوفرلود بشكل كويس، جمع فريق الخصم في حته معينه وقدر انه ينقل الكوره الجهه الثانيه. بنقول دايما عبد الرؤوف على الورق هو طرف، لكن في الملعب لا، بينزل في انصاف المساحات عشان يدي حريه لخادم دياو يتحرك في الممرات الخارجيه، خصوصا الممر الخارجي اليسار. فدي واحده من افكار فلوران اصلا كان شغال عليها من بدايه الموسم، انه يا اخي دخول عبد الرؤوف من اكثر اللاعبين اللي بينظم اللعب واللي بينقل اللعب بشكل كويس يعني. وعبد الرؤوف من اللعيبه مميزين جدا والمهاريين، من اللعيبه مميزين جدا في التمريرات المفتاحيه. برضه خادم دياو قدم مستوى كويس. في فرق بين خادم دياو مع فارس في النزعه الهجوميه، في التحرك الهجومي، في المهاره. لعب باص لادام كوليبالي، برضه كان في انانيه من ادام كوليبالي، انه التوجه بتاع اللاعب في راسه انه عاوز يسجل وخلاص. لكن لو كان فكر اللاعب انه عاوز يلعب عرضيه لحمد عبد الرحمن، كان ممكن يلعبها لحمد عبد الرحمن عرضيه براسه والغربال يسجل يعني. فلازم موضوع الانانيه ده برضه بكرر انه محتاج لوقفه من الجهاز الفني مع اللاعبين. اللعيبه يقعدوا مع بعض، يتناقشوا مع بعض. الكرة القدم كرة جماعية، فلازم نتعاون مع بعض عشان نوصل للحاجة اللي احنا عاوزينها يعني. صراحة تضييع الفرص يعني موضوع مشكلة صراحة من بطولة سيكافا لحد المباراة الودية. دي واحدة من أميز التمركزات بالنسبة للهلال دفاعيا. روفا مع الجناح الخلفي اليمين، سان بيدرو أداما مع الجناح الخلفي اليسار. التمركز بتاع الدفاع برضه كويس، والدين في العمق. دائما لما تواجه الفرق اللي بتلعب ب3-5-2 أو 3-4-3، لازم الأطراف بتاعتك تتراجع مع الأجنحة الخلفية، يكون عندك مرونة دفاعية كويس. التحول بتاعك يكون سريع، لأنه التحول لما يكون سريع هناك في ثلاثي دفاع بيكون معاهم مثلا لاعب محور واحد، فلازم التحول السريع بتاعك بيخلق نوع من انواع المشاكل بالنسبه لفريق الخصم. فالهلال كان بيتحول بشكل سريع يعني، خصوصا لما الفريق الايفواري يفقد الكوره كان بينقل الكوره بشكل سريع. المرتدات كانت سريعه، خلاص ايمي تندين كوره والد الدين عبد الرؤوف، وعبد الرؤوف بيشيل الكوره ويمشي. محمد في القطع تحول سريع على الجهه اليسار، الغربال بيلعب كوره. هنا والد الدين اتسرع صراحه في التسديد، كان ممكن يلعب لروفا، لانه عندك اصلا واحد من المدافعين كاسر الاوفسايد، زاويه الشوتنج عندك اصلا مفقوده. فلازم القرارات الاخيره والذهنيه بالذات في اللمسه الاخيره تكون افضل من كده، خصوصا انه انت لما تتحول سريع لازم تنهي سريع وتوصل الجون بشكل اسرع، على انه ما تدي فرصه للفريق المنافس انه يرجع ويتمركز ويضغط عليك. قراراتك تكون سريعه وتكون بافضل من كده ان شاء الله.